عشان تكبر البيزنس محتاج تغير مفهوم ان انت لسه شركه صغيره، انت ولا امازون ولا جوجل ولا ناسا ولا الشركات دي، فانت اصغر من كده بكتير. انت اصلا محتاج تبني مقر، تبني كيان، تعمل تيم، تبدا تخلي فيه اوبريشنز، في مانيوال، في ربح، في بيع، تعمل الدايره الصغيره دي اصلا وتعرف ان هي اسطمبه تكبر، وتكبر ازاي وسياسه النمو بتاعتها ايه. فانت عشان تكبر البيزنس انت محتاج تشوف البيزنس بحجمه الحقيقي، مش باحلامك، مش بافكارك، مش هيبقى فين بعد 20 سنه. احنا دلوقتي في السنه دي هنكبر البيزنس ازاي؟ ان احنا ببساطه جدا نعمل مقر، نعمل كيان، نبني الافراد اللي هتدير البيزنس، نبني الافراد اللي هتعمل اوبريشن في البيزنس، نبني الافراد اللي هتبيع في البيزنس، نشوف السوفت وير المناسب لينا، نشوف المانيوال هيتكريت ازاي، نشوف الاسطمبه دي هتكتمل ازاي. لو قدرت توصل لده هنا بس بدات تعمل كيان صغير ناجح، قدرت تطلع بقى منه بروفيت ولا ما قدرتش تطلع منه بروفيت، الانفستمنت اللي انت عملته اول السنه طلع منه بروفيت ولا ما طلعش منه بروفيت، دي تاني مرحله. لكن ان انت قاعد بتفكر ازاي يبقى احلامي كبيره، ازاي دنيتي كبيره، ازاي انمو بسرعه، ازاي النمو ده لما يحصل هعمل ايه، لا، ابدا الكيان وكبر البيزنس واحده واحده وما تستعجلش. انت بتبني بيزنس هيكمل سنين وسنين، مش الفكره في النمو السريع، لان ببساطه الكيرف دايما بيقول ان النمو السريع بيساوي سقوط سريع. فانت محتاج تنمي البيزنس وتكبره وتستوعب ان هو بيزنس صغير ومحتاج ان هو يكبر ومحتاج يبقى كيان. عشان تبني كيان محتاج تفكر بشكل مختلف، محتاج تفكر بالحجم المناسب ليك.